دائما كنت كنقلب على حل باش ما يبقاوش عندي المشاكل. كنت مكتئبه، كنت واحد البنت ديما اللي كتبعد على المشكل، كتسلم في حقها، كتفارق مع الناس اللي فيهم المشاكل، لانني ما كنحملش الصداع وما كنحملش المشاكل. كان كيحسب لي كذلك ان الناس اللي دايرين بيا من الواجب عليهم انهم يعاونوني الا كان عندي شي مشكل، من الواجب عليهم انني لو ما كنحش مزيان اولا شي حاجه ما عرفت لهاش انهم يعاونوني اولا يشجعوني، يصفقوا لي، يوريو لي الحاجات. بزاف الاسئله كتدور دائما في راسي، علاش هاد الناس ما كيعاونوش بعضياتهم، اولا علاش انا بالضبط اللي وقع لي هاد الشيء هذا. كنت كندير بزاف ديال الجهد وكنتعامل كيفاش تربيت، انك دير الخير، انك واخا شي واحد يدير فيك شي حاجه خايبه تبقى دائما تعطي ودير الخير، انك دير الجهد ديالك، انك تحتسب كل شيء على سيدي ربي. كنت كل مره كنطيح في شي مشكل كنعاود وكنولي ندير اكثر من الجهد ديالي. من زمان مني وانا كنعرف راسي وانا دائما كنكتب اهداف ديالي. كل سنه كنت كنكتب الاهداف ديالي اللي بغيت نوصل لها، وبالفعل كنت كنوصل لها، ولكن شي اشياء ما كنتش كنعرف نوصل لهم، اولا بمعنى اصح كنت كنوصل للاهداف ديالي ولكن بمشاكل، بعراقيل. دائما كان عندي داك التساؤل، علاش انا كيوقعوا لي هاد المشاكل، علاش ما نوصلش انا للهدف ديالي كيف ما انا بغيت له، كيف ما انا بغيته، كيف ما انا خططت ليه. علاش ضروري خصني نمر بمصيبه د المشاكل اولا د العراقيل، الان كنسميها عراقيل، باش نوصل للهدف ديالي. اهلا بكم صديقاتي، مرحبا بكم. هاد النهار هذا التسجيل الصوتي ولا هاد الكبسوله غادي نتقاسمها معكم كبدايه ان شاء الله للسنه، ان شاء الله تكون حافز بالنسبه لك، ان شاء الله تجاوب على مجموعه الاسئله اللي تنتي ممكن تكون كدور في راسك. مرحبا بك، هذه هديه ديالي لكم بمناسبه السنه الجديده. مرحبا. هاد الاسئله هذه، كيفاش انني ما تبقاش عندي مشاكل في الحياه ديالي، هي كانت من بين الدافع الاساسي ديالي انني نهتم بمجال التنميه البشريه، اللي كنت مهتمه به على فكره ملي كنت مراهقه، حتى هاد الاسئله كانوا دائما عندي في بالي. مني تزوجت ولاو عندي وليدات، وبحال اللي كتعرفوني انا امراه طموحه، انني باغيه دائما نطور من راسي، دائما باغيه نزيد القدام، الى جانب انني باغيه نقابل وليداتي وداري، عندي كذلك احلام بغيت نحققها. لكن هذه القضيه ديال كيفاش نعيش حياتي بلا مشاكل كانت دائما شاغلاني، وهي السبب اللي خلاتني انني نهتم بالتنميه البشريه. حيث التنميه البشريه او تطوير الذات كامراه طموحه عاوني بزاف باش نزيد نطور من راسي ونبحث في راسي. شريت دورات، قريت كتوبه، تبعت ناس اللي كيتكلموا، بزاف من هادشي هذا عملته بزاف لمده طويله، وكل مره كنت كنكون احسن من المره اللي قبل منها. لكن دائما كنت كنفتش على الحل باش ما يبقاوش عندي المشاكل، باش نوصل للاهداف ديالي اللي بغيت في الحياه ديالي بلا مشاكل. حتى وصلت صديقتي لواحد الحل. هذا الحل هذا في الحقيقه اللي جاوبني على مجموعه ديال التساؤلات، وسهل لي حياتي اكثر واكثر، ونقص لي من بزاف د المشاكل اللي كانت كترافقني ملي كنت كنبغي نوصل الاهداف ديالي. وهذا الحل هذا اللي ان شاء الله قررت هذا النهار هذا نتقاسمه معكم، على الله ان شاء الله تنتيا يجاوبك على مجموعه ديال التساؤلات ديالك وينقص لك من المشاكل في الحياه ديالك صديقتي. انا عارفه انك كتسناي الحل. منى اختي منى، تلقينا عافاك، قولي لنا شنو هو الحل. انا غنقول لك الحل صديقتي اللي وصلت له لحد الان. الحل باش انك انت ما يبقاوش يجيوك المشاكل، باش تحلي جميع المشاكل في الحياه ديالك، باش يعني خصوصا دوك الناس اللي كيهربوا من المشاكل وهما تابعينهم. الحل صديقتي هو ان اصلا ما كاينش شي حياه بدون مشاكل، أن المشاكل أو الآن كنسميها بالعراقيل هي جزء من الحياة. غير أنك أنت كتسمعي لهذا الأوديو هذا ديالي، أنك أنت على قيد الحياة في هذه الدنيا هذه، كتعني أنها ضروري يكون عندنا فيها مشاكل. يعني منين كنت أنا كنهرب من المشاكل، راه كنت كنهرب من الحياة،
ما يمكنش تعيشي حياة بدون مشاكل. تماما صديقتي، الناس اللي عندهم وليدات يفهموا هذه القضية هذه تماما. صديقتي، انك باغيه الطفل ولكن بغيتي هاد الطفل هذا عمره ما يبكي، اولا بغيتي هاد الطفل هذا عمره ما يسهرك الليل ولا عمره ما يمرض، وكتمشي تقراي الكتوبه ديال تربيه الاطفال وكتتبعي الناس اللي كيهضروا على تربيه الاطفال وكتاخدي دورات وكديري الجهد ديالك كامل، واخا هكا كيفيقك داك الولد ما مره ما جوج في الليل، كيمرض لك هذاك الوليد ولا ديك البنيته، ما كتعرفيش بعض المره ما كيبغيش ياكل لك ولا كتشوفيه كيبكي ما كتعرفيش مالو واخا انت الام ديالو. تماما صديقتي، تماما في حال الحياه. انت يعني لو كانوا عندك وليدات تجي شي وحده وتقول لك عافاك وري ليا كيفاش ان ولدي انني نولد وداك البيبي عمره ما يبكي ولا عمره ما يفيقني ولا يسهرني في الليل ولا عمره ما يمرض، ما يمكنش، هتقول لا ما تولديش. تماما الحياه، حنا اختارينا نجيو لهاد الارض هذا وجينا لهاد الارض هذه وعايشين هاد التجربه هذه الحياه، ما يمكنش ما يكونوش فيها مشاكل. مشاكل هو جزء من الحياه ديالنا. اي نعم، كل مره كتطوري راسك وكتخدمي على راسك كتعرفي كيفاش تكوني كتعرفي تتعاملي احسن مع المشاكل، ماشي ان ما تكونش عندك ولكن كتعاملي احسن مع المشاكل، انها ما تاثرش عليك في حال اللي كانت. واخا انا كنامن ان كل نيفو كل مره حنا كنتطوروا فيها كيجيونا واحد النوع ديال المشاكل على قدنا، لكن ما يمكنش ان احنا نمنعوا راسنا من المشاكل. الناس اللي كيقولوا فحال اللي كنت كنقول انا شحال هذه انا كنهرب من المشاكل وانا غادا حيط ما يمكنش صديقتي. هاد الناس هادو غتلقايهم اكثر ناس كيتبعوهم المشاكل، لان واحد الحاجه بغيت نتقاسمها معكم، لا توجد حياه بدون مشاكل. المشاكل او العراقيل جزء من الحياه صديقتي. هاد الحقيقه هذه ممكن بعض الناس يشوفوها حقيقه قاصحه ولا حقيقه ماشي زوينه، شخصيا كنشوفها بالعكس. هاد الحقيقه هذه ملي توصلت ليها عطاتني قوه ان المشاكل اللي كيجيوني انا قدهم، وان بما ان سيدي ربي دارني في هاد الارض هذه وعطاني هاد المشاكل هادو، اذا انا قد هاد المشاكل هذا. كيف ما كنتي صديقتي الوضعيه اللي كنتي فيها والمشكل اللي كنتي الان كتمري به انت قدو. هاد المشكل جا فقط باش يطورك باش يعلمك، لانك انت مقدة به صديقتي. لو جلستي الان وانت كتسمعي لهذا الاوديو هذا وشفتي الاعظم الانجازات ولا النجاحات اللي درتيها في الحياه ديالك، تفكري شي شويه، خلي العقل ديالك يعطيك اول حاجه تجيك في بالك انك انت فخوره بها، وصلتي بها وانت فخوره بها. اكثر حاجه اللي احنا فخورين بها غتكون جات بعد مشاكل، اولا باش حققناها دزنا من العراقيل. لو مثلا قلتي انا الشهاده الفلانيه اللي وصلت ليها مثلا البكالوريا ولا ماستر ولا دكتوراه شنو ما كان، غتلقاي راسك انك خدمتي وحفظتي وسهرتي الليل باش وصلتي ليها. انك واحد المره كنتي ما تايقاش في راسك ودرتي واحد الحاجه ورجعتي تايقه في راسك، غتلقاي انك انتي واجهتي عراقيل باش وصلتي لهذيك النقطه كيف ما بغات تكون. انك تكلمتي مع شي واحد ولا وصلتي لشي واحد مع شي واحد، اولا حصلتي على شي حاجه اولا حققتي شي حاجه في حياتك كيف ما بغات تكون، عتلقاي ان قبل منها جاو عراقيل، ودوك العراقيل هما اللي علموك وهما اللي وصلوك لداك الشيء كيف ما بغى يكون، هما اللي عطاولك داك الحلاوه اللي انتي وصلتي ليها. لهذا صديقتي وحنا على ابواب ولا احنا بدينا سنه جديده كنشوفوا احلام واهداف ان شاء الله بغينا نوصلوا ليها. خلينا نفتخروا براسنا، خلينا نفتخروا بمشاكلنا. انا جاني المشكل الفلاني وانا مقدة به، انا حليته، هذا المشكل هذا قواني. ما نبقاش نشوف المشكل انه قسم لي ظهري او ما عندي حد او لا نشوف ان المشكل قواني وزاد بيا القدام. فبلاصه ما تعصبي وما يطلع لك الدم وتحشمي من المشكل، افتخري بالمشكل. انا عارفه البعض منكم كيدوزوا الان بمشاكل كبيره، عراقيل عطاتها لهم الحياه اللي قاصحه بزاف، فيها باس. ابكي، غوتي، صدعي، خرجي لبرا الا كان ممكن، سيري للبحر الا كان عندك، الا ممكن ديري هذه القضيه هذه، غوتي، خرجي داك الطاقه ديالك، ولا بكي مزيان مع راسك بلا ما تبكي مع شي حد بوحدك. خرجي داك الطاقه، عطي مساحه لداك المشاعر اللي هي ممكن انك انت قامعاها باش تبيني راسك زعما انت قويه، ماشي بالضروره.
بكي ومسحي دموعك وقولي انا مقده بهذا المشكل، انا مقده بهذا المشكل، واخا انت ما عارفاش كيفاش تحليه، لان مقده بالمشكل ما كيعنيش انك انت عارفه كيفاش تحليه، ما كيعنيش انك انت فاهمه وصافي وغادي تخرجي منه، ما كيعنيش ان عندك واحد الخطه كيفاش تخرجك من هذا المشكل، لكن هو احساس فقط، هي مشاعر فقط، احساس انك تحسي انا مقده وربي ما حطني في هذا المشكل حتى هو باغي يوريني شي حاجه. غير فكري بهذه الطريقه هذه وانت عتشوفي راسك كيفاش غتكوني قويه، وكيفاش ربي غيصيفط لك الوسائل والادوات. هاد الوسائل وهاد الادوات ماشي بالضروره تكون من الناس اللي دايرين بينا، ماشي بالضروره تكون ناس اولا تكون يعني كل واحد كيفاش ربي كيصيفط له الادوات. ممكن كتاب، ممكن شي واحد كيهضر معاك، ممكن هاد الاوديو اللي كتسمعيه الان، ممكن بزاف د الحاجات باش انك تخرجي رابحه من هذا المشكل، رابحه على الاقل درس. هاد الاحساس وهاد المشاعر ثقي بيا كتقويك ضد اي مشكل كيف ما كان. كنت دائما كندير اهداف، بغيت هادي ولا بغيت نوصل لهادي ولا بغيت نحصل على هادي ولا بغيت نشري هادي. كانت هاد الاهداف رائعه جدا، حتى الان باقي عندي هاد النوع من هاد الاهداف. لكن الهدف الكبير صديقتي والحلم الكبير اللي بغيته هو نتقاسمه معاك، اللي هو عاونني بزاف باش نكون قويه في المشاكل. من بين الاهداف الكبيره اللي حققتها في حياتي وباقي كنخدم عليها وباقي كنبغي نتطور فيها، قبل ما ديري هدف خارجي ديري هدف داخلي. بمعنى قبل ما تقولي انا بغيت نمشي ندير العطله في دبي، ولا بغيت نشري الطوموبيل الرانج روفر، ولا بغيت يكون عندي الفلوس الفلان فلانيه، ولا بغيت راجلي يديني البلاصه الفلان فلانيه، شوفي راسك انت لداخل، شوفي كيفاش انك انت تكوني فرحانه بلا هذا الشيء هذا، انك تكوني كتحسي بالقوه وبالاكتفاء وانك عاجبك راسك بلا ما يقولها لك راجلك، ولا بلا ما تمشي لدبي. ماشي بالضروره، اكيد الا بغيتي تمشي لدبي ما فيها باس، اكيد لو قال لك راجلك شي كلمه زوينه يعجبك الحال، لكن انت اصلا عاجبك الحال بلا هذا الشيء هذا. وهذا من بين اكبر الاسرار، ولا من بين اكبر المفاتيح، ولا من بين ديال هذه الحياه هذا، انك انت تكوني فرحانه مع راسك لداخل، كتحسي براسك انك مقيده لداخل، انك جميله لداخل، انك رائعه، انك مراه ونص، انك مراه مهمه، انك مراه عندها تاثير كيف ما بغيتي تكوني من الداخل. انا ماشي الرانج روفر هي اللي غتعطيني القيمه، اولا الصاك ديال شانيل هو اللي غيعطيني القيمه، ولا راجلي يجيب لي شي كادو هي اللي غتعطيني القيمه، او الشهاده اولا الفلوس، اولا اكيد داكشي الا بغيتيه نوصل له ما فيها باس، اولا مثلا الشركه الناجحه هي هادشي هذا زوين، لكن هذا اضافه جميله اكيد. اولا حتى يكونوا عندي الاولاد عاد تكون عندي القيمه، ولا تيكون عندي الراجل عاد تكون عندي القيمه. لا، انا عندي القيمه، انا نستحق، انا جميله، انا واعره، انا انسان صديقتي، انا بنادم، انا ربي اختارني باش نكون بنادم على هذه الارض هذه. هذا يكفي، حسي بها انت لداخل. هذا من اكبر الاهداف، وكل مره كنخدموا عليه، لانك انت ممكن تحسي راسك الان انك ضعيفه وتقولي انا خدمت على راسي، ولا خديت هاد الدوره، ولا خدمت على راسي، يا انت عتولي قويه، لكن كل عام ممكن تقوي راسك اكثر واكثر، وهكذا كل عام كنخدموا على راسنا باش نكونوا كل عام افضل من اللي كنا في العام اللي فات. لان حنا كنتطوروا عجبنا الحال ولا ما عجبناش الحال، امنتي بها ولا ما امنتيش بها، كتطوري. كاينه الناس اللي كيزيدوا القدام، وكاينه للاسف الناس كيتطوروا في السلبي ماشي في الايجابي. اولا بمعنى اوضح، اولا الا بغيت نبسطها اكثر واكثر، حنا كنتبدلوا عجبك الحال ولا ما عجبكش الحال، عاد تبدلي. كاين اللي كيتبدل في داك الشيء اللي بغا، مثلا كنت ضعيفه وليت كنقوي راسي شويه بشويه، كنت مستريسيه وليت ما نقصني من الستريس ونقصت لي العصبيه، ما كانش عندي الفلوس وليت الان كنطور من الفلوس ديالي، ما كنتش كنحقق حتى شي هدف، دابا ولاو عندي اهداف وكنحققهم. اولا غادي تبدلي يعني تكفسي، كنت ضعيفه عتولي اضعف، ما كانش عندك الكلام عتولي بصح ما كلامك ما عندوش القيمه اكثر واكثر، ما كانوش عندك الفلوس زدتي ما عندك حتى فرنك، وهكذا انت اللي كتختاري.
لا راجلك، لا ولادك، لا البلاد، لا الشهاده، لا الوالدين، لا حتى شي حاجه ما مسؤوله علينا. حنا اللي مسؤولين على راسنا. اي نعم كاينه اشياء كتاثر علينا، لكن ما كيعنيش ان الناس اللي كيأثروا علينا هما اللي كيحدوا لينا المصير ديالنا. لهذا صديقتي، فلاص ما تقولي الان كتشوفي في الانستغرام وفي بزاف انا عندي هاد الاحلام ودرت هاد الاحلام ودرت وحققت هادي، بلا ما تحمقي راسك في ديك العالم الخارجي، بلا ما تحقي راسك في الانستغرام والفيسبوك والتيك توك شنو كيقولوا لك، بلا ما تحمقي راسك على بنت خالتك ولا بنت عمك ولا خوك ولا اختك ولا مرات خوك ولا ما عرفت شنو فين وصلوا. ركزي على راسك، رجعي لراسك، راه كل واحد عنده الطريق ديالو. حتى ربي يحاسبنا بوحدنا، ما يحاسبناش مخلطين مع بعضياتنا. انت خلقتي بوحدك وانا خلقت بوحدي والاخرى خلقت بوحدها، وكل واحد غادي يموت بوحده. هذه هي الحياة. كل واحد عنده مشاكل بوحده. ممكن انا كنساعدك في شي اشياء، كنتقاسم معك شي تجارب، غير هتعاونك. بلاص ما تبقاي تقلبي على برا، دخلي لداخل، داخل ديالك. الداخل ديالك. قلبي في راسك، زيدي قوي راسك، زيدي تغرمي في راسك، زيدي اعطي راسك الحاجه الافضل. وغير انك انت تسولي راسك هذا السؤال، راسك يعطيك الاجوبه اللي انت باغياها. بداي شويه بشويه، ما تشوفيش ياه فات عام وما وصلتش وما وصلتش، لا قولي فات عام وصلت. غير انك انت كتسمعي لهذا الاوديو هذا راك انت غاديه في الطريق المزيان. شكري راسك بزاف انك انت كتقلبي وكتبحثي، انك انت باغا تطوري راسك، انك باغا تزكي النفس ديالك. شكريها. بارك علينا عافاكم من التأنيب الضمير، بارك علينا ما وصلتش، ما فعلتش، ما درتش، ما قريتش، ما ربيتش، ما عنديش، ما جلسي وشوف، قولي ايه انا كنحاول نطور من راسي، كنزيد القدام. بانوا ليا بزاف المشاكل، كنت شحال هادي كنتعامل بهذه الطريقه، دابا الحمد لله تطورت الطريقه ديالي. شكري راسك قبل ما تطلبي التقدير من راجلك، من ولادك، من عجوزتك، من ماماك، من والديك، من المجتمع، من طلبي عطي التقدير من راسك. قدري راسك، شوفي راسك شحال انت مهمه. ولا ما تيقتينيش سولي ولادك شحال انت مهمه عندهم، سولي ماماك شحال انت مهمه عندها، سولي راسك واش انت مهمه عند راسك. نوضعوا اهداف راسنا داخليا وخارجيا، شيء رائع جدا، زوين جدا وكيعاوننا بصح. لكن الاهم هو النيه. ديري النيه، لان بعض المرات الهدف حنا كنديروه وما كنوصلوا ليش، وكنبقاو حنا مدابزين مع داك الهدف، علاش ما وصلنا ليش، علاش ما هذاك. لكن حنا كنساو ان ممكن داك الهدف اللي حنا دايرينه اما حنا الان ماشي مقيدين به، اما كاينه شي سبب علاش انت ما وصلتيش. لكن النيه كتحقق، النيه كبيره بزاف، النيه طاقتها قويه وكبيره، وكتخلي لك ديك النيه كتجيب لك ادوات اللي انت عمرك ما تفكري انك انت غادي توصلي ليها. الناس اللي متبعيني وعارفين هذه القضيه هذه مش حال هذه، راه عارفني انني شحال كنتكلم على هذه النقطه هذه. النيه حاجه كبيره. لهذا صديقتي جدي النيه، وبلا ما تصعبيها على راسك، ديري حاجه سهله. جلسي مع راسك، شكري راسك بحال اللي قلت، وجدي النيه، قولي انا نويت ان شاء الله ندير بلا ما تكثري على راسك. ان في النهايه حنا خصنا نحسوا بواحد المشاعر. هذا النهار هذا سولتني واحد الصديقه، قالت لي اختي منى علاش ما سافرتيش؟ هي ما قالتهاش بالضبط هكاك، ولكن كنا كنتكلموا. قالت لي علاش ما انت لو بغيتي تسافري عاد تسافري من غدا، لو بغيتي تمشي لدبي عاد تمشي من غدا لدبي. يس انا نقدر نمشي، ولكن راه السعاده هذا بالنسبه لي شخصيا الان، السعاده في هذه الفتره هذه ديالي، الفرحه الكبيره في هذه الفتره هذه هي نديروا واحد البطيطينيات انا وولادي وراجلي، ونديروا شي فيلم ونجلسوا نتفرجوا مع بعضياتنا. هذه السعاده. الان انا ما باغياش نمشي للعطله، انا ما باغياش، يعني هذا مثال بالنسبه ليك. جلسي انت شوفي راسك شنو الحاجه اللي كتفرحك، شو الحاجه اللي عاد تضيف لك واحد البهجه. ممكن نمشي لدبي وولادي الله يقدر الله يمرضوا، او لا انا نمرض، او لا نتخاصم انا وراجلي، او وقعوا وتحسي بستريس.
ما كنقولش انك ما تسافريش ولا ما يكونش عندك اهداف زوينه، ولكن في الاخر سهليها على راسك. راه بعض المره حنا كتقلبي على واحد الاحساس اللي داك الاحساس وداك الشيء اللي كتقلبي عليه انت برا عندك لداخل، وانت سامحه فيه، وكيجيب لك الله انك لو وصلتي لداك الشيء عاد غتحسي مع العلم انك عندك كل شيء. وعلى فكره الا كنتي فرحانه باللي عندك، ربي كيسهل لك في الاشياء اللي ما عندكش تجيك. لكن الا كنتي ما شاكراش النعمه اللي عندك وكارها راسك وما حاملاش راسك الان، ولا كتشوفي راسك انك اللي عندك ماشي شي حاجه، حتى داكشي اللي باغيه توصليه كتوصليه بصعوبه ولا ما كيجيكش كاع. لهذا صديقاتي خلينا في حال اللي قلت نجدوا النيه، ديروا نيه جديده، كل وحده النيه ديالها مختلفه. سهليها على راسك، شكري راسك، وعرفي ان اي حاجه بغينا نوصلوا ليها اكيد غادي نمروا من العراقيل، اكيد غادي نمروا من المشاكل، حيت هذه هي الحياه، هذه هي الحياه. حنا كبرنا صديقاتي، لا انتي ولا انا ما بقيناش دوك البنيتات الستيتوين. لو وقعت ليها شي حاجه كتمشي عند ماماها، وماماها هي اللي مسؤوله باش تلقى ليها الحل، ولا باها. هذا الا كانوا اصلا كانوا عندك علاقه مع والديك بهذه الطريقه هذه. انتي ماشي مسكينه درويشه باش راجلك هو اللي خصو يلقى لك الحل، هو اللي خصو يفرحك. انتي ماشي مسكينه وضحيه باش خص عجوزتك هي اللي تهلا فيك وهي اللي دير لك القيمه. انتي ولا انا ما كنستناوش شي واحد اللي يعطينا القيمه، اولا كتسنى يكونوا عندك بزاف ديال لي لايك في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا ما نعرف شنو اللي كتلا في سناب، واقيلا كاين دابا سناب، اولا في اليوتيوب، في وسائل التواصل الاجتماعي، باش نبين راسي انني واعره. كنستناوش حنا هذا الشيء هذا، ما خصكش تستناي هذا الشيء هذا. ما تستنايش راجلك يقول لك انا كنحماق عليك باش عاد تحسي راسك انك محبوبه. ما تستنايش الناس يصفقوا لك باش عاد تعرفي ان القرار ديالك او الراي ديالك مهم. اول واحد خصك انت تشوفي راسك انك انت مهمه. ممكن الان تكوني تالفه، تكوني ما عارفاش، ماشي ضروري، لان التلفه والدوخه والتشتت والاحباط وانك بعض المره ما عندك القناه حتى شي حاجه وما عندكش الرغبه، هذا هو جزء من الحياه. لو كنتي مرأة ولا لو كنتي شخص عمره ما كيتشتت، عمره ما كيوقع له شي مشكل، عمره ما دايما عارف راسو شنو، عاد تكون انت غير طبيعي، او عاد تكون روبوت ماشي انسان. سمحي للمشاكل والعراقيل تجي، سمحي لراسك تنطلقي، سمحي لراسك تطوري، سمحي لراسك تشكري راسك، سمحي لراسك طلبي المساعده، فيها باس نعاونوا بعضياتنا. سمحي لراسك يكونوا عندك احلام، يكونوا عندك اهداف توصلي ليها، علاش لا، داخليه ولا خارجيه. سمحي لراسك يكون عندك تاثير، حيث انت اصلا عندك تاثير. سمحي لراسك تكوني امراه صديقتي. بما انك لحد الان باقا كتسمعي، كنبغي نشكرك، شكرا انك سمعتي لهذا الاوديو هذا، وكنشكر كذلك نفسي انني اختاريت هذه المهنه هذه باش نعاونوا بها بعضياتنا، باش نلهموا بها بعضياتنا. انا جدا سعيده بالتعرف ديالي معك وعليك. كنشكرك على الثقه ديالك، كنشكرك على الوقت ديالك، على الانصات ديالك، كنشكرك انك انت باغا تطوري راسك، حيت انت كتفكريني في راسي. في واحد الوقت كنت دائما كنتسنى المساعده من الناس الاخرين، كنت كنتسنى الناس، ولا كنت كنشوف ان الناس بحال اللي انا كنعاونك انت خصك تعاونيني. حتى الحمد لله والشكر لله جاوني بزاف د المشاكل اللي ضربوني مزيان حتى رجعت لراسي. بفضل المشاكل هادو كنعاون كذلك ناس وحدين اخرين في مشاكلهم. بفضل المشاكل عرفت ان ما كاينش حياه بدون مشاكل. بفضل المشاكل ركزت على راسي، شكرت راسي، وعرفت راسي انني مهمه.
فضل المشاكل ما بقيتش كنستنى التقدير من عند الناس وحدين اخرين. فضل المشاكل ما بقيتش كنعطي اكثر من الجهد ديالي، كندير الخير، كنتعامل، ما كنبغيش المشاكل، لكن الا جاو مرحبا بهم. فضل المشاكل ما بقيتش كنحكر على راسي، ما بقيتش كنحمل راسي ما لا طاقه لي به. فضل المشاكل تقبلت مشاكل الحياه وعرفت هذه هي الحياه. بدايه سنه ان شاء الله تكون رائعه. فوقاش ما كنتي كتسمعي هذا الاوديو هذا، جدي النيه واعتبري ان هذه هي بدايه السنه. ان شاء الله ما حدكم نتوما كتسمعوني وكيعجبكم هذا المحتوى وكنشوفكم كتطوروا، ما حدي لا انا ولا فريق العمل كنخدموا باش نقدموا لكم الافضل. تهلاو في راسكم بكل حب. كنقول لكم بدايه سنه ان شاء الله تكون رائعه. حنا هنا باش نخدموكم وباش نعاونوكم. لو عندكم تساؤلات، لو كنتم مشتركين في الدورات ديالنا او لا ما مشتركينش او لا غير سمعتي بيا او لا بطريقه او باخرى سمعتي هذا الاوديو هذا، كنقول لك مرحبا بك في هذا العالم هذا. ممكن تستافدي مجانا من الاكاديميه. كاين هناك دورات مدفوعه وكذلك هناك مجانيه. كاين كذلك وسائل التواصل الاجتماعي منى جيت انسبايرد، او تتواصلي مع الجهه اللي عطاتك هذا الاوديو هذا وغتلقاي مجموعه الاشياء ان شاء الله، مواضيع كتهم خصوصا المراه المغربيه او المغاربيه. واش ممكن تبارطاجي هذا الاوديو هذا؟ ممكن تبارطاجي هذا الاوديو هذا، بارطاجيه مع النساء بالخصوص اللي كتعرفي. بكل حب كنقول لك تبقاي على خير. كنت معك الكوتش منى، وسنه سعيده. تبقاي على خير.